طيب شوف انت كلمة السر بتاعتك واسم المستخدم في الغالب اتسربوا من كام يوم. طيب انا ليه بقول كده؟ بقول كده لانه حصل ان هم اعلنوا عن اكبر تسريب حصل لبيانات بيسموه التسريبات، وهو دي مش شتيمة، هم مسمينه كده mother of all breaches. طيب هم ليه سموه كده؟ هم سموه كده علشان حجم البيانات اللي فيه ضخم جدا، او المعلومات بيوصل تقريبا ل 12 تيرا بايت من المعلومات، جواهم 26 مليار سجل بيانات. طيب هنا في سؤالين مهمين جدا. السؤال الاولاني هو التسريب ده اصلا عبارة عن ايه وجاي منين؟ والنقطة التانية اعرف منين ان انا البيانات بتاعتي طلعت في التسريب ده، ولو طلعت المفروض ان انا اتصرف ازاي؟ طيب نيجي للسؤال الاولاني، هي التسريبات دي اصلا كانت عبارة عن ايه؟ التسريبات دي كانت عبارة عن تسريبات بتطلع في اوقات مختلفة، يعني مرة يطلع تسريب بيانات من ادوبي، مرة يطلع من لينكد ان، مرة يطلع من تويتر. فجي شوية ناس محترمين كده قالوا احنا ليه نسيب التسريبات كده متفرقة؟ احنا نجمع كل البيانات دي في قاعدة بيانات كبيرة جدا. وبالفعل بدأوا ينظفوا البيانات دي وينظموها علشان يستفيدوا منها في وقت من الاوقات. يعني على سبيل المثال ان هم ممكن يبيعوا البيانات دي، ولكن للاسف بعد ما عملوا كل الشغل ده بسبب غلطة عندهم البيانات دي كلها اتسربت تاني. طيب حد ممكن يسألني يقول لي هي برضو البيانات دي عبارة عن ايه؟ البيانات دي عبارة عن اسماء المستخدمين وكلمات السر بتاعتهم وشوية بيانات دقيقة عن المستخدمين دول، زي مثلا زي رقم الموبايل بتاعك، زي رقم حسابك البنكي، زي رقم الباسبور او رقم الهوية، شوية بيانات كتيرة ومهمة جدا عنك. وكمان احب ازيدك من الشعر بيت، الناس الطيبين دول راحوا عملوا حاجة تانية، قاموا واخدين البيانات اللي هي اسماء المستخدمين وكلمات السر بتاعتهم وبدأوا يستخدموها في مواقع تانية. يعني على سبيل المثال خد اسم المستخدم وكلمة السر اللي انت بتستخدمهم في فيسبوك وراح واخدهم، هو متوقع ان انت بتستخدمهم في المواقع التانية، وبالتالي بدأ يحدث قاعدة البيانات بتاعته بمعلومات ما كانتش اصلا موجودة في التسريب. طيب نيجي للسؤال المهم، ازاي اعرف ان البيانات بتاعتي طلعت في التسريب ده؟ ولو طلعت المفروض ان انا اتصرف ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هتروح على اللينك اللي موجود قدامك ده، وبالمناسبه اللينك ده هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو او في التعليقات او في البايو، هتلاقيه كمان موجود على جمالصبري.com. طيب الموقع ده بتاع ايه؟ الموقع ده بيشوف البيانات بتاعتك اتسربت ولا لا. فاول ما تدخل على الموقع ده هتحط الايميل بتاعك او رقم الموبايل. يعني انا هنا مره شيكت بالايميل بتاعي فاكتشفت ان البيانات بتاعتي متسربه في 6 مواقع، ولما استخدمت رقم الموبايل طلع لي ان البيانات بتاعتي متسربه من موقعين اللي هم الاي باي والفيسبوك. طيب ده معناه ايه بالظبط؟ ده معناه ان انا اسم المستخدم وكلمه السر بتوعي حاليا بتوع الفيسبوك وبتوع الاي باي متسربين. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انت تعمل حاجتين على وجه السرعه. اول حاجه طبعا ان انت تغير كلمه السر اللي اتسربت. النقطه الثانيه ان انت تشغل خاصيه المصادقه الثنائيه للحسابات بتاعتك كلها. المصادقه الثنائيه او التو فاكتور اوثنتيكيشن دي بتربط رقم الموبايل بتاعك بكل الحسابات بتاعتك، وبالتالي الحسابات دي ما ينفعش تتفتح الا لو في كود اتبعت على رقم الموبايل بتاعك وبعدين تقدر تفتح الحساب ده. طيب على سبيل المثال خليني اقول لك ازاي نشغل خاصيه المصادقه الثنائيه او التو فاكتور اوثنتيكيشن على الفيسبوك. كل اللي انت هتعمله هتروح على الفيسبوك وبعدين هتدوس على اسمك من تحت على اليمين، وبعدين تنزل تحت على settings and privacy وبعدين settings، وهتدوس هنا على المربع اللي اسمه account center، وبعدين تنزل على password and security وبعدين تختار two factor authentication. هنا هيقول لك انت عندك حسابين بتاع فيسبوك وانستجرام، فانا هقول له دلوقتي انا عاوز اشغل الخاصيه دي على الفيسبوك، وهختار هنا text message او SMS وادوس next. هيقول لي والله انت عاوز رقم الموبايل بتاعك ولا عاوز تضيف رقم تاني؟ انا هقول له رقم الموبايل بتاعي واقول له next. هيقول لي دلوقتي انا بعت لك كود علشان اتاكد ان رقم الموبايل ده مظبوط. الكود وصل دلوقتي، هندخل الكود next. بيقول لي دخل الباسورد بتاعه الحساب بتاع الفيسبوك عشان يتاكد ان انا اللي بعمل الخطوه دي. هتدخل الباسورد بتاع الحساب بتاعك وبكده يبقى انت فعلت الخاصيه بتاعه المصادقه الثنائيه. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انت في اي وقت تاني هتحاول تفتح الفيسبوك على اي جهاز تاني باسم المستخدم وكلمه السر، مش هينفع يفتح حساب الفيسبوك بتاعك الا لما يتبعت الكود ده على الموبايل بتاعك علشان يتاكدوا ان انت الشخص اللي بيفتح الحساب ده. بس كده، يا ريت تروح على الموقع ده وتجرب بالايميل بتاعك وبرقم الموبايل وتقول لي في التعليقات انت لقيت البيانات بتاعتك متسربه في كام موقع.